خالد لطيف وبحيي كابتن طارق يحيى المدير الفني للنادي الاسماعيلي. اهلا بحضرتك كابتن. اهلا بيك، اهلا وسهلا كابتن، يعني المباراه يعني شهدت في النهايه شويه شد عصبي، يعني مع ان يعني بالنسبه الاسماعيلي مرتاح وبعيد اصلا عن اي مشاكل. لا هو طبعا مس على كابتن خالد لطيف كابتن عبد الحليم علي، كابتن محمد صلاح ابو جريشه. حكان حبيبي حكان ايه حكان ده كابتن؟ ده لعيب كان تركي محترم، يعني لعيب من اللعيبه المميزين. حكان شكور. ايوه يعني كنت بشبهه بعبد الحليم علي. يعني عبد الحليم علي كان دايما وانا بمرنه كنت بقول له حكان شكور له، زي نفس الستايل كده بتاعه، يعني كان لعيب هداف زي عبد الحليم كده يعني. وكان مؤدب ومحترم زيه كده طبعا. طيب. وطبعا محمد صلاح ابو جريشه مس عليهم. هي المباراه، عارف يعني مباراه انت بتنشط ربع ساعه، هم بياخدوا منك الزمام 10 دقائق، انت بتاخد الزمام 10 دقائق، المباراه سجال. فاهمني؟ العصبيه ناتجه لان طبعا زي ما انت شايف فريق الداخليه برضو بيتعرض للهبوط او عنده مشكله في صراع الهبوط. احنا بنحاول نحصل المربع الذهبي. كل مره الامور بتتصعب شويه علينا للوصول للمربع الذهبي، لكن المركز اللي احنا وصلنا له انا اعتقد ان احنا يعني نجحنا بشكل كبير في ظل الغيابات الشديده جدا، في ظل خصم 6 نقاط، في ظل الاصابات اللي حصلت عندنا. انا بلعب دلوقتي عشان الناس بس تبقى عارف، يمكن صلاح ابو جريشه راجل النادي الاسماعيلي وعارف كويس قوي وكان متابع النادي الاسماعيلي. انا بلعب بلعيب رقم 3 دلوقتي، مش 2. فاهمني؟ حتى بلعب ب3. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت، وده مش عذر على فكره، ما هو انا مدرب وزي ما اشركنا مثلا محمد فتحي ده لعيب رقم 5. محمد فتحي ده ما كانش بيتحط في التقسيمه، النهارده بيلعب اساسي. بتلعب بحسان ده لعيب رقم 3، كان بيلعب شوقي السعيد او حمد. فاهمني؟ وحسان بتلعب بحسان، بتلعب بابراهيم حسن كان لعيب برضو احتياطي، بتلعب بشكري نجيب كان لعيب احتياطي. اضافه بقى ان هم ما عملوش فتره اعداد، اضافه النادي الاسماعيلي اساسا ما اتعملوش فتره اعداد محترمه تليق باسم كان هذا الكيان وهذا الصرح الكبير. احنا بنعاني، ما فيش شك بنعاني، احنا بنحاول بنجاهد على قد ما نقدر وبنقاتل على قد ما نقدر، لكن انت عندك الامكانيات اللي موجوده البدنيه وليست الفنيه، عشان ما حدش يفهمني غلط. الناس تقول لك ايه طارق يحيى بيقول ايه لعبت وحش. مين قال الكلام ده؟ انا قلت لعيبه محترمه، لعيبه كويسه، ولكن مظلومين، ما عملوش فتره اعداد، عندهم مشاكل بدنيه كبيره جدا على المستوى البدني، لياقه الماتشات مش موجوده لعدد كبير جدا منهم من اللعيبه، فبنحاول نقربهم. الدوري العام كان اعداد للاسماعيلي، ما حدش يقول كده ابدا في الدنيا. الكباتن اللي في الاستوديو عارفين كويس قوي الكلام ده. ما فيش حاجه اسمها دوري الممتاز، ماتشات الدوري الممتاز تبقى اعداد للتيم. انا بعمل اعداد للتيم، بعمل من 12 ل 13 مباراه وديه، ما اتعملش غير مباراه واحده. تخيل السوليه جاي بيقول لي يا كابتن انا لاعب شوط. في فتره الاعداد الراجل لاعب شوط علشان بيستعد الموسم من 38 مباراه، لاعب شوط في ماتش ودي. مين قال كده؟ ففي مشاكل كتيره جدا، لكن الحمد لله والشكر لله الموقف اللي احنا فيه دلوقتي والمكان اللي احنا وصلنا لها والنقط اللي احنا وصلنا لها، انا بعتبر ده الناس ما تضحكش عليا. كابتن طارق يحيى قاعد في الاسماعيلي ولا لا؟ سيبك بس، الناس ما تضحكش عليا، الناس عايزه تعرف. انا ماسك النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي نادي كبير. لا يليق ان هو يبقى في الخامس والسادس. انا معاك في كل الكلام ده وانا عارف كويس الكلام ده كله، لكن انا النهارده بتعرض لظروف صعبه جدا 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 جدا. عمود الفقري للتيم افتقدته في اسبوع واحد. عندي مشاكل كتيره جدا بدنيه، بنحاول ان احنا نوقف ولاد على رجليهم، لكن انا شايف ان احنا وصلنا لمرحله من النقط ومن المركز مش وحش. صحيح مش ده اللي انا عايزه مع الاسماعيلي كطارق يحيى، لكن ما بلاد حيله، دي الظروف اللي موجوده ودي الامكانيات اللي موجوده. كابتن طارق يحيى قاعد مع الاسماعيلي الموسم اللي جاي ولا لا؟ شرف لاي حد من مره نادي الاسماعيلي. كابتن طارق يحيى قاعد مع الاسماعيلي الموسم اللي جاي يا كابتن ولا لا؟ شرف لاي حد انه يمسك نادي الاسماعيلي، النادي الثالث في مصر. لكن انا بقول ان انا محتاج تدعيمات على مستوى عالي جدا. يبقى مش هتقعد مع الاسماعيلي الا لما يكون في تدعيمات. لا بالظبط، محتاج تدعيمات على مستوى فني عالي جدا، لعيبه مميزه عشان اقدر احقق طموحات جماهير النادي الاسماعيلي. الكابتن طارق مستمر مع الاسماعيلي الموسم القادم بشرط وجود التدعيم وبشرط وجود الطلبات اللي هو يطلبها. انا تحت امر النادي الاسماعيلي في اي وقت. بشكرك يا